سيداتي سادتي أينما كنتم من الفضائية الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. الأمين العام للمجمع الكنيسة الأرثوذكسية يلقي كلمة القداس. وزارة الخارجية تصدر تصريحا بعنوان القرن الأفريقي بعد 30 عاما إلى أين؟ الاحتفال باليوم العالمي للعمال بحفاوة كبيرة. الاتحاد الأوروبي يعتبر أن روسيا اختارت المواجهة ويحتفظ بحق الرد. حريق يودي بحياة 16 مصابا بكورونا في الهند. 11 قتيلا في عاصفة بمدينة صينية قريبة من شانغهاي. أهلا بكم إلى التفاصيل. قدم نيافة الأنبا بطرس أمين عام مجمع الكنيسة الأرثوذكسية الإثرية كلمة بمناسبة عيد الفصح المجيد، وعبر في كلمته عن سعادته لاستئناف إقامة الصلوات واستقبال الكنائس للمؤمنين تزامنا مع قدوم عيد الفصح بعد توقف داعم عاما كاملا نتيجة الخطوات الوقائية التي أصدرت لمكافحة جائحة كورونا. وذكر نيافة الأنبا بطرس في كلمته بأن الخطوة المتخذة حاليا بفتح دور العبادة لا تعني زوال فيروس كورونا، موصيا الجميع التقيد بالتعليمات والتوجيهات الوقائية لوزارة الصحة ونصائح مجمع المقدس في التجمعات التي يمكن أن تحدث داخل دور العبادة وخارجها للمحافظة على حياتنا وحياة أسرنا. كما أشار إلى أن مجمع المقدس يتأهب استنادا إلى سلطته واتباعا لقوانين الكنيسة لتعيين البطريرك الخامس. في الختام، وبعد أن تمنى من الله أن يعم السلام والوحدة والوئام، نصح المؤمنين بإحياء عيد الفصح المبارك بالمحافظة على القيم الروحية وزيارة المرضى ومساعدة المحتاجين. أصدرت وزارة الشؤون الخارجية تصريحا يوم 30 من أبريل بعنوان القرن الأفريقي بعد 30 عاما إلى أين؟ وأوضح التصريح أن الأمل الكبير والفرص في القرن الأفريقي خلال 30 عاما الماضية صارت ذكريات لا تنسى، كما أن حراك دول وشعوب القرن الأفريقي المشترك للتكامل والتعاون وتحويل هذه الفرص إلى دوافع للاستقرار والتنمية المستدامين هي أيضا مسيرة ذكريات ماثلة. وذكر التصريح أن السياسات العالمية المضللة مع غيرها من السياسات الإقليمية والمحلية الأخرى الخاطئة أحدثت الدمار وأضاعت الفرص في القرن الأفريقي، وهي تجربة بالإمكان الحديث عنها بالتفاصيل المادية، مشددا أن المسؤولية الأولى لتصحيح ذلك تقع على عاتق هذه الدول فرادى أو جماعات بوضع خارطة طريق إقليمية جديدة دون تدخلات خارجية. وجهت وزارة الشؤون الخارجية في تصريحها المناشدة لإدارة بايدن للقيام بالتصحيح اللازم في نظرتها تجاه القرن الأفريقي بعيدا عن الرقابات والأحكام المنحرفة. احتفلت البلاد اليوم الأول من مايو بعيد العمال العالمي، وقد نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال احتفالا بمناسبة في أسبرا. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. احتضنت قاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا في العاصمة أسمرا فعاليات الاحتفاء بمناسبة الفاتح من مايو اليوم العالمي للعمال التي يحتفل بها للمرة 30 على مستوى البلاد، وسط حضور 70 من أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي للكونفدرالية وممثلي المؤسسات تحت شعار الحملة الخضراء. وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال سيد خستبايري ذكر بأن العمال الإريتريين دأبوا الاحتفال بهذه المناسبة بطريقة تليق بها تحت لواء الجبهة الشعبية في فترة الكفاح المسلح في الأراضي المحررة وفي مختلف بلدان المهجر عبر مختلف النقابات والاتحادات العمالية، مشيرا إلى أن احتفال هذا العام يجري في ظل استمرار جائحة كورونا في العالم، والتي خلفت ولا زالت آثارا اجتماعية واقتصادية كبيرة على مستوى العالم ولا زلنا نعاني من تبعاتها.
وذكر بأن الحكومة والشعب الإريتري عملوا ولا زالوا يعملون منذ انتشار الجائحة على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحتها وضمان صحة المجتمع. من جانبها تقوم الكونفدرالية بتنسيق برامجها وفق هذه الإجراءات، وأشار إلى أن الحكومة الإريترية بدأت منذ فجر الاستقلال برنامج إعادة إحياء الأرصاد، ومن ثم انتقلت إلى البرامج التنموية بمستويات مختلفة. وشدد بأن اتحاد العمال ساهم في الاستثمار الجاري في البنى التحتية عبر القوى البشرية الماهرة. في الختام قال سيد تخسم إن الكونفدرالية تأهلت أكثر من 150 عامل بدرجة الشهادة من منتسبي الدفعة الثالثة في مركز مصوع للتدريب المهني، ولا زالت تقدم تدريب ب7 مجالات للعمال القادمين من مختلف المؤسسات، مناشدا لتسيير مهام التشجير الجارية عن طريق العمال بخطط واضحة وباستمرار لضمان نجاحها. ووفق برامج أسبوع التشجير التي نظمتها الكونفدرالية الوطنية للعمال بمناسبة الفاتح من مايو اليوم العالمي للعمال، نفذت لفترة 9 أيام متتالية في جميع أنحاء البلاد، أخذا في الاعتبار تعليمات وإجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19. نفذت أنشطة ناجحة تمثلت في التبرع الواعي للدم والتشجير وكذلك حملات نظافة. يحتفل بالفاتح من مايو اليوم العالمي للعمال للمرة 131 على مستوى العالم. قامت المؤسسات في مدينة دقة محربة بتسيير أنشطة النفير بمناسبة الفاتح من مايو اليوم العالمي للعمال، وشارك في النفير 150 موظفا من مؤسسة البحر الأحمر للمطاحن وهيئة الكهرباء وإدارة المدينة وقسم الجنسية والجوازات والبنك التجاري، وقاموا بتنظيف وسقي الأشجار في حديقة الشهداء. وقال السيد عندوم زمكيال أحد المشاركين في النفير أن أنشطة النفير المنتظمة في حديقة الشهداء تخلق راحة للضمير، وقد احتفلوا بمناسبة الفاتح من مايو بما يليق وعظمتها لأنها تذكر بنضال العمال الجاري لضمان حقوقهم. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية أن سكان ضحية بيت جبريل في مديرية الدخالة بالإقليم الجنوبي يقومون بتسيير أنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه، ويجري العمل الذي يشتمل على بناء المدرجات القنواتية لحماية التربة الخصبة من الانجراف خاصة في المناطق المرتفعة قبل دخول موسم الأمطار. في غضون ذلك يقوم سكان منطقة موسودة بصيانة الطريق يؤدي إلى منطقتهم منسقين طاقاتهم وقدراتهم. وقال السكان أن الطريق الجاري صيانته كان يعيق حركة المرور ويؤثر سلبا على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتجري أعمال الصيانة قبل بدء هطول الأمطار. في الختام ناشد خبير تنمية البذور في مديرية الدخالة السيد في السهيكف للمواطنين للقيام كالعادة بتسيير أنشطة حماية التربة والمياه والقيام بالتحضيرات اللازمة مع دخول موسم الأمطار. سيداتي سادتي، نتوقف مع الفاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. توعد الاتحاد الأوروبي بإجراءات مناسبة ردا على العقوبات الروسية بحق 8 مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان ومفوض، منددا بالقرار غير المقبول وغير المبرر للسلطات في موسكو. فقد أشار رؤساء المؤسسات الثلاثة الرئيسية في الاتحاد في بيان مشترك إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ردا على قرار السلطات الروسية. ولفت رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إلى أن هذه الخطوة غير مقبولة وليس لها أي أساس بالكامل. وكانت روسيا قد منعت في وقت سابق 8 مسؤولين أوروبيين من دخول أراضيها بينهم رئيس البرلمان الأوروبي والمفوضة فيرا جوروفا ومدعي عام برلين والنائب الفرنسي جاك مير والمقرر الخاص حول تسميم المعارض أليكسي نافالني لدى الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا. لقي 16 مريضا مصابا بكوفيد-19 وممرضتان في حتفهم في حريق في مستشفى في ولاية جوجرات الهندية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الهندية، في حادثة جديدة بعد حرائق شهدتها مراكز طبية أخرى في البلاد التي تشهد موجة لانتشار الوباء تفوق طاقة
قطاعها الصحي، وكان نحو 50 مريضا يعالجون في المستشفى الذي يتألف من 4 طوابق في ولاية جوجرات الغربية. ويعاني نظام الرعاية الصحية في الهند من نقص في التمويل منذ فترة طويلة، بينما أدى انتشار وباء كوفيد-19 مؤخرا إلى نقص خطير في الأكسجين والأدوية وأسرة المستشفيات التي يموت أمامها مرضى في عدد من المناطق. هذا وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 سجلت خلال الساعات 24 الماضية في البلاد، في رقم يشكل سابقة في العالم. أعلنت السلطات الصينية مقتل 11 شخصا وفقدان 9 وجرح أكثر من 100 آخرين في عاصفة شديدة في مدينة ساحلية بالغرب من شانغهاي. وضربت العاصفة التي رافقتها رياح عاتية مدينة نانتونغ الواقعة على شمال مصب يانغتسي أطول نهر في الصين. وقال مجلس المدينة أن العاصفة تسببت بمقتل 11 شخصا وجرح 102 آخرين وإجلاء 3050 شخصا. وأضاف أن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة سقوط أشجار أو أعمدة كهرباء أو دفعتهم الرياح إلى مجارٍ مائية، وبسبب قوة الرياح جنح عقارب صيد مما أدى إلى سقوط أفراد طاقمه 11 في المياه، وقد انتشل 2 منهم فقط بينما فقد 9 الآخرون. على علو 175 مترا فوق نهر بايفا دشنت البرتقال أطول جسر مشاة معلق في العالم في شمال البلاد، وهو يتخطى بطوله البالغ من 516 مترا رغم القياسي السابق. ويبلغ طول الجسر 516 مترا، واستغرق بناؤه عامين بكلفة تصل إلى 2.3 مليون دولار، ويستغرق الشخص من 5 إلى 10 دقائق لعبور الجسر. ويتألف الجسر المعلق في منطقة روكا من 127 منصة مشبكة متصلة بعضها ببعض ودعائم معدنية يبلغ طولها 1 متر وترتبط بأسلاك فولاذية مع ركائز المقامة. وكانت هذه المنطقة على ضفاف نهر بايفا تضم أصلا مسارا ممتدا على 8 كيلومترات من العبارات الخشبية التي تصل حتى عمق الوادي. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.